تفتح اللينكد ان بتلاقي 45 مليون سي في لمواطن عربي. بتطلع عليهم بتصير تحكي اوف شو هالعالم العربي اللي مليان خبرات ومليان ناس بروفيشنال. اقل سي في 6-7 صفحات كلها كذب، كلياتها كذب. وعارفين وين المشكله؟ المشكله مش في الكذب، المشكله في الظلم اللي بصير داخل الشركات العربيه من هدول الناس اللي محسبه حاله او اللي محسب حاله مدير شاطر. بيجي هذا المدير على دول الخليج، بغض النظر ما بدنا نذكر دولة معينة عشان ما يطلعش واحد عقله هالقد ويصير يزعل لي من الفيديو. بيجوا على دول الخليج بده يترزق، بيكون تعبان ووضعه سيء وبيجي بده يترزق وربنا بعطيه، لأن الدنيا كلها ماشية بتيسير رب العالمين طبعا. فربنا بيرزقه بإدارة ولا براتب معين، وبيجي بعين ناس من جماعته. ما احنا عارفين القصة كلياتها، كل واحد بعين من جماعته وما في مشكلة. الأقربون أولى بالمعروف، الفلسطيني بعين فلسطيني والأردني بعين أردني والمصري بعين مصري، ما عندنا مشكلة، ممتاز بالعكس بارك الله فيكم. بيجي بعينه وبتشاطر عليه وبتطلع من عنده أقذر إدارة عربية ممكن تشوفها بحياتك. ببلش انا بعت لك ايميل الساعه 7، ليش مرت علي غير الساعه 7:30؟ ليش تاخر علي نص ساعه؟ انا شفتك هذيك المره الدوام بيخلص 5:30 روحت 5:15. هذيك المره كنا في الاجتماع انت ما قعدتش ساعتين، قعدت 2:15. بصير يركز في شغلات اسخف منها ما في. عارفين ليش؟ عشان اخر السنه يطلع هو امام الاداره العليا بالانسان الناجح اللي قدر يعمل اشي اسمه كاتين كوست، كلام اهبل كلياته، وما يرضى لهذا الموظف انه يترقى او يزيد راتبه، مع انه هو بيكون حريص جدا على انه راتبه يزيد بال3 وال4000 بال20 وال25 وال30% من راتبه. ليش؟ بحسب انه ذكاء، بحسب انه ذكاء. بيكون عنده صياغه الايميلات شاطر فيها، والموظف بيكون بنجر فيه طول السنه. الموظف ممكن يكون ما بيعرف يصيغ الايميلات ويطالب بحقه، لكن بيكون بيشتغل بذمه وضمير. فبيجي هذا المدير الاناني، هذا هو المدير الاناني القذر اللي دائما حريص على انه كيف يكبر حاله وكيف يصغر موظفينه. هاي الاشكال دمرت العالم العربي كلياته. هاي الاشكال اللي ما حدا فينا بيعرف ينتبه عليها، هاي دمرت كل شباب الامه. وعارفين وين المشكله الرئيسيه؟ المشكله الرئيسيه في الاتش ار اللي ما بيعرف يقابل، الاتش ار اللي بيسال اسئله سخيفه ما لهاش دخل في اي واقع، تايم مانجمنت ومش عارف شو. يا اخي كله كلام اهبل. هو سؤال واحد، هو سؤال واحد، اسال